طيب ان شاء الله في الفيديو ده احنا هنخلص اغلب الاعدادات الموجودة الصغيرة، وهنسيب 2 بس من الاعدادات للفيديو القادم عشان يتشرحوا بشكل منفصل ومفصل لوحدهم. النهارده هنتكلم على ايه؟ خلينا الاول نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن اضافة كود للهيدر، اعدادات الاس اي او، بوابات الدفع، ثم التعديل الاهم او الاعدادات الاهم، اعدادات البكسل، وهنكمل كده مع بعض ونشوف هنروح لحد فين. يلا بينا نبدأ على بركة الله. احنا خلصنا اعدادات المتجر وخلصنا سياسات المتجر، نخش على اضافة كود للهيدر. دي حاجة ادفانسد، يعني الحاجات دي احنا هنجري فيها لان هي ادفانسد يعني في الغالب مش هتحتاجها الا لو انت عاوز تعمل حاجة معينة، فيبقى معاك مبرمج. المبرمج ده هيعمل لك كود معين، الكود ده ممكن تحطه هنا عشان يعمل حاجة معينة، يعمل تعقب، يعمل تراكنج، يعمل شكل ما او باخر. فيعني ده مكانها، مجرد مكان موجود لو انت عاوز تحط كود زياده جوه الصفحه، لكن لو مش عايز خلاص كانك ما شفتش الاوبشن ده. الاضافه اللي بعد كده او الاعدادات اللي بعد كده اعدادات الاس اي او. تاني اتكلمنا عن الاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو تهيئه الموقع او المتجر بتاعك ان هو يكون متوافق او متلائم، او تظبط بالبلدي كده، تظبط الويب سايت بتاعك انه يظهر كويس عند جوجل سيرش. يعني لما حد سيرش عند جوجل عند كلمه معينه، الكلمه دي انت موجوده عندك في الويب سايت وجوجل قاريها كويس، يقدر يطلعك في السيرش ريزلتس او في النتائج بتاعت البحث. طبعا الموضوع دوت يعني مش هنقول ان الاس اي او مات، لا مش هيموت، ولكن ما بقاش بالثقل القديم بتاعه. زمان كنا ممكن نقول الاس اي او يعني ليه ثقل، وما زال طبعا ليه ثقل، ولكن الدنيا قلت طبعا مع اي. الناس بقت تستخدم اصلا شات جي بي تي، ما بقتش تستخدم جوجل. اكيد طبعا هيفضل يستخدم جوجل، ولكن زي ما قلت لك الموضوع قل شويه عن زمان، وكل ما هيعدي وقت كل ما الموضوع هيقل اكتر. عموما دون الدخول في تفاصيل الاس اي او حلو ولا وحش، مات ولا مكمل، لو انت عايز تظبط ده، ومش هيخسر اطلاقا انك تكتب عنوان بشكل محترم، انك تكتب ميتا ديسكريبشن. الجوجل هيقرا الديسكريبشن ده، هيفهم انت بتعمل ايه وبتبيع ايه، فاكتب هنا كلام محترم. لو مش عارف تكتب، روح لشات جي بي تي وقول له باشا اكتب لي ميتا ديسكريبشن للموقع بتاعي، انت عارف ان الموقع بتاعي بيبيع 1 2 3، اكتب لي ميتا ديسكريبشن محترم، وارفع لوجو من هنا وارفع ايكون من هنا لو انت عايز تغيرهم، واعمل حفظ. الكلام ده كله خلاص سهل وبسيط. تالت حاجة بوابات الدفع. لو انت عايز تشتغل مع دفع اونلاين مش مع سي او دي. احنا قلنا ان النظام بتاع الشغل اغلبه بيكون سي او دي، اللي هو الكاش اون ديليفري او الدفع عند الاستلام، ان العميل بيطلب من غير ما يدفع مليم، الاوردر بيتجهز في المخزن وبتسلم من شركة الشحن ويتحرك من مكان لمكان لمكان، من محافظة لمحافظة لمحافظة عشان يوصل لحد باب بيت العميل. كل ده والعميل ما دفعش مليم. العميل يوصل له الاوردر، لو عايز يعاين او لو متاح المعاينه بيعاين الاوردر بتاعه، وبعدين يبدا يطلع فلوس او ما يطلعهاش. كل ده اسمه ايه؟ سي او دي. ده دفع مسبق ولا بعد، ولا دفع يعني ليتر او بعد الاستلام. ده دفع بعد الاستلام او عند الاستلام. لكن في حاجه اسمها دفع مسبق. دفع مسبق يعني العميل يدفع اصلا، زي ان انت تكون فاتح امازون او فاتح اي موقع تسوق كبير بيوفر لك انك تدفع اونلاين، تدفع بالفيزا بتاعتك والحاجه توصل لحد باب البيت. طبعا بالنسبه لك انت كصاحب متجر، الدفع الاونلاين افضل بكتير، لان العميل دفع خلاص، فما فيش اوبشن انه ما يستلمش، ولو ما استلمش ان شاء الله ما استلم. يعني طبعا هتكلم العميل مره واثنين وثلاثه، يا باشا الاوردر ظهر، يا باشا الاوردر طلع، انت ما استلمتش ليه؟ انت دافع الاوردر ده اوريدي. بس طبعا اكتر من 95% من الناس اللي دفعوا اونلاين بتستلم، ويعني مش ما بتطلعش 100% الحقيقه، بس يعني خلينا نقول 98% حتى بيستلم، فتمام. يعني من كل 100 اوردر بس ممكن الاقي عميل عنده مشكله، لكن طب انا سافرت فعلا، بيكون بقى سافر بجد مش بيتهرب من الاستلام، لان هو دافع اوريدي خلاص، خليه عندك لحد ما ارجع وكلام اللي زي كده يعني. طيب، فلو انت عاوز تفعل الدفع الاونلاين، لازم تبقى انت اوريدي عامل ريجستر او مسجل مع بوابه دفع. في حاجه اسمها بوابات الدفع. يعني ما ينفعش كده، لازم يبقى في وسيط بيني وبين البنك. مش النهارده في حد هيدفع اونلاين هيحط بيانات الكارت بتاعته، في حد لازم يكون بيني وبين العميل هو اللي هيستلم المدفوعه دي. هيبقى هو بقى عنده هو تعامل مع البنوك وكل الكلام الظريف ده، هيستلم هو الفلوس دي ويحولها لي. فلازم تكون انت مسجل مع سترايب او كاشير او باي موب او مش عارف ايه او بيبال او
بلينك تابي مش عارف ايه زينة فواتيرك، دول بقى قصة تانية خالص. يعني دول تروح تتعامل الاول، يعني مثلا تروح الاول على بيموب. طبعا بيموب اعتقد ان هو اشهر حد في مصر، وسترايب ده حد عالمي. طبعا لو انت مع سترايب انت زي الفل. يعني لو تفتكر لما كنا بنشحن فين محفظتك رصيدك، لما نشحن هنا واقول له انا عايز اشحن $5 بيشحن لك من خلال سترايب اهو. بص، يبقى هو ايزي اوردر عامل اجريمنت مع سترايب، يعني مريجستر او مسجل اكونت مع سترايب ان الناس اللي تخش على الموقع عندي وعايز تدفع اونلاين بالكارت تدفع من خلال سترايب. طبعا سترايب هياخد منه $5، ياخد من العميل $5 ويوفر ويرجع يحولهم لايزي اوردر، طبعا بعد خصم عمولته او شوف هو بيخصم كام. طبعا كل واحد من دول بيخصم حاجه غير التاني. فانت المفروض تبقى رايح الاول تكلم بي موب او تكلم سترايب او بي لينك او بي بال او ايا كان، وتعمل عنده اكونت الاول. فطبعا بعد ما تعمل اكونت عند بي موب تروح بقى هنا تعمل تعديل وتفعيل وتحط الحاجات اللي انت عايزها. طبعا في حاجه اسمها السيكريت كي، بيديك حاجه اسمها سيكريت كي وحاجه اسمها بابليك كي، الحاجات دي بتاخدها منهم بعد ما تسجل مع بي موب، وبعدين تعمل لها تفعيل. طبعا دي قصه ثانيه خالص، طبعا صعب ان احنا نغوص فيها ونشرحها لان كل واحد من دول له طريقه غير الثانيه. فتواصل مع بي موب لو انت عاوز تاخد دفع اونلاين عندك على الويب سايت، تواصل مع بي موب هم هيبقوا عارفين هم بيعملوا ايه. وفي على فكره في بي موب ان انت تسجل معاهم بالبطاقه الشخصيه بس، مش شرط يكون عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. ممكن عندهم اعتقد لحد 50,000 جنيه في الاسبوع او في الشهر مش فاكر، يعني لحد ليميت كده التحويلات 50,000 ممكن بالبطاقه الشخصيه، مش محتاج ان انت تكون عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. فممكن تقدر تشتغل معاهم لو هيحولك لحد مثلا 50,000 في الشهر، فاين جدا ان هو يشتغل معاك بالبطاقه الشخصيه من غير ما يكون معاك سجل وبطاقه ضريبيه. فبتروح تسجل الاول مع بي موب، وبعد ما بتسجل اكونت وبيتقبل بتروح بقى تحط بقى تاخد منهم الداتا دي تحطها عندك على الويب سايت وتربط الدنيا ببعضها. هم هيقدروا يساعدوك في الحته دي. ثم اهم حاجه هتتشرح النهارده وهي اعدادات البكسل. هل تتذكر سيدي حينما عملنا بيكسل على فيسبوك وعملنا بيكسل على تيك توك كنا بناخد من البكسل فقط الاي دي، ما باخدش البكسل كامل، باخد فقط الاي دي بتاع البكسل واروح على المتجر بتاعي في ايزي اوردر واروح على الاعدادات واضغط على اعدادات البكسل واجي هنا فقط احط بيكسل الاي دي، احط اسف الاي دي بتاع البيكسل بتاع فيسبوك بس، واحط هنا الاي دي بتاع تيك توك، احط هنا الاي دي بتاع سناب شات. خلاص مش هحط حاجه غير الاي دي. يعني هفترض جدلا معاك ان الاي دي بتاع فيسبوك كان مثلا ده الرقم بتاعه، هفترض اللي اخره مثلا هنخليها مثلا اخرها يا عم ايه اف بي مثلا، يبقى فيسبوك مثلا. وهختار ان هو نفس الكود ده مثلا بتاع التيك توك. انا هنا كاتب اي كلام، طبعا انت هتحط ال 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 الكود او الاي دي اللي انت جايبه من جوه اكونتك انت. طبعا احنا شرحنا الكلام ده في جزء الفيسبوك والتيك توك، روح اسمعه مره ثانيه لو انت مش فاكر. هفترض ان ده الكود بتاع الفيسبوك اخره اف بي اهو فيسبوك، وده اخره تي تي اللي هو تيك توك. هفترض ان انا جبت الاي دي ده والاي دي ده وعملت حفظ. لما اروح اعمل مشاهده للويب سايت بتاعي وافتح كده مثلا في جيميل في جوجل كروم احنا كنا ضايفين فيها ايه؟ كنا ضايفين فيها 2 بلجن، واحده للتيك توك قفشت اهو ان في تيك توك اي دي تيك توك بيكسل اسمه اهو اخره تي تي اهو، وبتاعه فيسبوك قفشت ان في برضه فيسبوك اي دي اخره 55. لا ما كانش اخره 55. تعال كده نراجع تاني معلش، نعمل حفظ في الفيسبوك. في مسافه او حاجه؟ مفيش مسافه، تمام. نسوي حفظ، نروح على الاستاذ نعمل ريفرش، ادي هو مش لاقط الاي دي بشكل صحيح تقريبا. برضو انا فاكر ان البيكسل دي كانت مهيسه، او للاسف البلاجن دي كانت مهيسه، لكن احنا حاطينه صح. يعني عموما عشان بس ما نضيعش وقتنا احنا حاطين الكود صح. طب يمكن مثلا لو حطيناه هو مثلا نشوف هيحصل فرق ولا لا، عشان نشوف بس هو بيقراه هو اصلا ولا هو قاري حاجه تانية خالص. تعالى كده نعمل ريفرش، لا هو قاري حاجه تانية خالص غير اللي احنا
غير اللي احنا بنبص عليها اصلا، فخلاص تمام مش مشكله. الخلاصه يا صديقي ان ده المكان اللي انت بتحط فيه الاي دي بتاع الفيسبوك وبتاع التيك توك. تحط الاي دي فقط بتاع البيكسل، تتك حفظ، شكرا، روح اعمل تيست اوردر وشوف هيسمع معاك في البيكسل نفسها من جوه ولا لا، وبتاكد كده ان انت سمعت معاك البيكسل مظبوط. اعدادات جوجل تاج مانجر او الجي اي يعني برضه دي حاجه ادفانسد مش هنشرحها. اعدادات تسليمات المنتجات الرقميه لو انت عامل ديجيتال برودكت برضه دي حاجه ادفانسد ما بتصلحش كل الناس، ممكن نبقى نعمل لها فيديو منفصل لو عاوزين، لكن هي اكتر من 99% من الناس ما بتشتغلش بيها فاوكي. اشعارات الطلبات لو انت عاوز يجيلك نوتيفيكيشن على موبايلك او على اللابتوب بتاعك مع كل طلب يجيلك، طبعا دي حاجه ظريفه جدا ممكن تفعلها من هنا وتعمل له الاو، فخلاص بيبقى يجي لك اشعار انه يقول لك تن جالك اوردر، طبعا انت تفرح وتقوم ترقص والكلام الظريف ده. شرحنا احنا الصفحات، شرحنا اعدادات المظهر، شرحنا تعديل الصفحه الرئيسيه. تعالى بقى الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح نموذج الشراء، ونشرح اعدادات الشحن وتعديلات صفحه الشكر وروابط التواصل الاجتماعي وروابط المتجر. هنكمل كل الاعدادات خلاص في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا اشوفك هناك على كل خير.